السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حسمان ورجعت لكم من جديد يا جماعة. باكروم اللعبة ديت من أخطر اللعب اللي أنا شفتها في حياتي كلها، بس هي المفروض هي دي أوسخ لعبة هتقابلوها في حياتكم. اللعبة ديت أوسخ لعبة ممكن تشوفوها، بس معرفش ممكن فيها ألعاب تانية أحسن. دي بقى اللي أنا حملتها وياتي ما حملتها، بس يعني اللعبة دي خطورة فيها حاجات كتيرة باينلك إن اللعبة ديت ممكن مش مجرد لعبة، ممكن في حاجات حقيقية بتحصل. اللعبة يا جماعة محتاج ان احنا نخش في تفاصيلها اكتر ونشوف اكتر عن اللعبة اللي هي باك رومز، هي دي تقريبا اسمها يا جماعة. بس هما بيقولوا يعني ان اللعبة دي في الحقيقة حقيقة حاجة زيها. الماب ده حقيقي هما صنعوه، في ناس صنعوا المابة ديت وكانت تجارب وحاجات وهبل لازم نخش في تفاصيل كتيرة في الحقيقة واللعبة. بس دي اللعبة المفروض دي بتحكي على الحقيقة اللي حصلت. بس من غير ما اطول عليكم يا جماعة، اللايك والاشتراك الجميل، نبدأ الفيديو. اللعبة هي يا جماعة هو ده المفروض المابة اللي هي موجودة اصلا حقيقة، ان في كده تشوفوا على الحقيقة نفس المابة دي هم حاطينها في اللعبة. حتى اللعبة على فكرة مش عارفين مين اللي عملها، يعني فاهم؟ لعبة غريبة يا جماعة. ايه ده مشاور هنا مش هنا يعني. اللعبة يا جماعة غريبة جدا، من أغرب الألعاب اللي احنا هنلعبها، من أغرب الألعاب اللي احنا اللي انتوا مثلا لو انتوا حملتوها بردك، لو انتوا يعني لعبتوها، أغرب الألعاب بردك اللي هتقابلكوا. لعبة غريبة. لقيت سلم اهو يا جماعة، السلم. المكان ده المكان واسع فشخ هنا يا جماعة. في درج هنا، تليفون اهو، تليفون لاسلكي، أدوات، مش عارف دي الحاجات دي. مش فاهم حاجة خالص، ملهاش دعوة. يا جماعة الوحش ده هو ده الوحش المفروض اللي هيقابلنا في اللعبة. حاجة تانية؟ لا مفيش حاجة تانية، مفيش حاجة تانية. هنشوف هناك. ايه ده؟ أدوية دي؟ أدوية. نفس الكلام يا جماعة، ملناش دعوة. ماشي. هو ده معاه الوحش التاني أو التالت. مفيش حاجة تاني في الإدراك دي صح؟ مفيش حاجة. ماشي. في باب هنا يا جماعة، شوف بيقول ايه الباب ده. ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاهم حاجة، بس انا كاتب لي هنا 1 و2 و3 4 اسانسير. يلا اطلع الدور التاني تالت رابع. في ايه؟ في ايه يا جماعة؟ يا جماعة في ايه؟ مش عايز يفتح ليه؟ مش عايز يطلع ليه قصدي. في ايه؟ الاسانسير بايظ ولا ايه؟ حتى الاسانسير الوحيد اللي هيطلعنا بايظ. المفروض اعمل ايه؟ هنا مش فاهم. اكتب ما انا كتبت 1 2 3 4 كتبتها صح؟ 1 2 3 4. مش عايز يفتح ليه؟ فينا مع حاجات مكتوبة صح، نسينا نشوفها. مكتوب هنا 1 و2 و4 7 و5 و1 و3 و8. مش فاهم حاجة، مبحبش الأرقام الكتيرة دي، ما بفهمش حاجة. اللعبة المفروض اللي فيه لغز يعني صح؟ ده لغز صح؟ ده أنا عرفت أنا لوحدي. وإيه علامة الشباك دي؟ علامة الشباك دي اللي بتبقى في التليفون دي، أيوة معناها إيه برضه؟ انا مش فاهم حاجة الصراحة دي. بص يا جماعة لعبة رعب، وكفاية ايه بقى اوبشن جديد رعب، وكمان ايه الغاز. مش ناقصة الاصوات دي لوحدها، اصلا لوحدها ممكن تموتني، والغاز ربنا يستر. بس انا نكتب يعني الحاجات دي، نكتب 1 7 5 8. تعال نشوف الكتابة دي ممكن ينفع. نكتب 1 7 5 8 5 8. غلط برضه، كنتش فكرتي دي على فكرة، فكرة عادي. ايوه هنا برضك جاب لي علامة الشباك هنا 4 مرات، وجاب لي 1 2 3 4. يعني مش فاهم، هنا فاضي يعني مش حاجة كده. نعمل ايه طيب؟ هنا مكتوب 1 وهنا 1، مكتوب 1 مرتين. بس هنا في اليمين، هنا قصدي في الشمال وهنا اليمين. طب نجرب يا جماعة اليمين. 2 4 1 3 2 4 1 3 4 1 3 وغلط برضك. ايه طيب؟ لا مفيش اي حاجة تتعمل، مش فاهم حاجة. بس يا جماعة ما تيأسوش، لا فيها لغز وفيها تحليل. هنحللها واحدة واحدة وهنعملها، متيأسوش. هنعملها دي سهلة بالنسبة لنا ان شاء الله، يعني اللعبة تفهم. نعمل ايه؟ شغل الجمجمة بقى، بكره الارقام الالغاز اللي شكلها زي كده. طب يا جماعة تعالوا نشوف حاجة كده، يعني مثلا يا سلام ممكن تنفع. هنا مكتوب 1 وهنا مكتوب 2 وهنا مكتوب 3 وهنا مكتوب 4. تعال نشوف كده يا جماعة، يعني مثلا ناخد 1 وناخد 5. نكتب 5 يعني، وبعد كده نكتب 1 يعني 5 1 8 7.
5 1 دي كانت ايه 8 والاخيرة كانت ايه 7 مثلا ممكن يعني الكفتة كده. ايه ده فتح الله ايه ده ايه الكفتة دي امي بتدق اقسم بالله. بص دي دعوة الام مش حاجة تاني. ايه فتحت يا جماعة البتاع. بص عشان برضك عايز يعني اكون بقى ايه ان انا بشرح وكده يعني. بص يا جماعة اللغز هو فكرة بسيط يعني سهل بالنسبة لي بس لازم اشغل المخ يا جماعة. يعني الموضوع كله هو كاتب لك اصلا في الورقة بس مفيش حد خد باله يعني. اللي هو الواحد قدامه الستة خد الستة، الاثنين قدامها السبعة خد السبعة، 3 قدامها التمانية خد التمانية، والأربعة خد 9 وبس كده. لا هي كده يا جماعة سهلة 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 سهلة. يلا بينا ندخل بس مش عارف ايه دخلني. تعال نشوف. بسم الله بسم الله. انا مش عارف ليه مقلق على الباب في ايه يا جماعة؟ اللي ضلمت صح؟ ايه ده في حد مش؟ لا تقريبا كده يا جماعة دخلنا الدور التاني، والدور التاني ده تقريبا كده أوسخ دور تقريبا معرفش. أول مرة والله شوف اللعبة دي معاكم. اوعى خش معايا بالتقيل، خش معايا بالوحش اللي هيموتنا واحنا قاعدين. ايه الصوت ده؟ شفت بص شكل الوحش شكل لوحده هيموتني. ايه ده البتاع ده؟ ايه ده كشاف ده ولا ايه؟ نشوف ايه ده. كشاف يا جماعة. دوسوا اف الاف بيشغل الكشاف. ينفع ندوس واحد تاني؟ مينفعش. ماشي كفايه واحد يعني. ماشي كفايه الكشاف ده يا جماعة يعني. لو في اللعبة فيها كشافات يبقى لا. ايه ده الصوت ده؟ سمعت الصوت ده يا جماعة؟ يا نهار اسود يا جماعة. ما تسيبونيش لوحدي يا جماعة، خليكم قاعدين والنبي. اللعبة لوحدها مش مستاهلة أصلا يعني إن شاء الله. مش فاهم حاجة. إيه الصوت ده؟ إيه ده في إيه؟ في صوت حاجة اتكسرت، صوت إزاز اتكسر ولا في حاجة اتكسرت. إيه ده؟ ده المكان استخبى فيه؟ والله كويس حلو أوي المكان ده والله. بستخبى فيه. يا جماعة مش عايزين مش عايزين نقلب اللعبة يا جماعة. اللعبة سهلة مفيهاش حاجة عادي يعني. ان شاء الله نلعب برضك العاب ارعب منها اوسخ منها. عادي اللعبه دي بالنسبه لنا 1% يا جماعه. متقلقوش من حاجه يعني. ايه ده؟ ايه البتاعه دي؟ مش عارف ايه البتاعه دي. ناخد ادويه ناخد ادويه كتير. ايه ده؟ بس السيفر تلفزيون. ايوه عايز مني ايه برضه مش فاهم. تقريبا ممكن عايز بتاع عشان يشغله. بس هي اصلا محتاج حاجة عشان يشتغل ده. ايه ده؟ اللي فوق هشوف مش هينفع اشوف فوق. اللعبة خطيرة بس عايزين نطلع من المكان ده نشوف مكان جديد. ايه ده؟ هو مكان جديد. ايه ده؟ رجل كريستيانو يا جماعة. خدنا رجل مش عارف ليه. ايوه ايه اللي فايدة من الرجل دي؟ الله رجل. ربنا يستر. بص وايد كمان. رجل وايد. ايه ده؟ يا جماعة تقريبا خدت البتاع هو بتاع التلفزيون. هو ده تقريبا هو ده. عايزين نرجع طيب شوف التلفزيون ده راح فين. اوحش حاجة يا جماعة الغاز دي. اللعبة كلها الغاز وحاجة تصدع. صوت اللمبة اللي ما بيهداش ده. ايه ده في ايه؟ إيه ده؟ شفت يا جماعة اللون احمر. لمبة لونها احمر. في حاجة تاني البتاع. ما قلبي بيدق جامد. ايه ده في ايه في التلفزيون؟ يا جماعة التلفزيون تقريبا في حد دخل هنا. في جثث، في ناس ماتت جوه المكان ده. بص كم واحد. بص 1 2 3 4 ممكن 6 كده 7 9. بس كل ده مات وده مات برضه نفس الكلام. في دخان. صوت دخان. صوت حاجة اتكسرت اهو. متخافوش يا جماعة ما تخافوش. خليكوا جنبي بس وما تخافوش. مفيش حاجة خالص. متقلقوش من حد خالص. اهو رجل يا جماعة اتقطعت معايا. ايه ده؟ خلاص كده خلص كده المفروض. بتعاد تاني يعني. بس يا جماعة عشان اللون ده بقى لون احمر. ما اللي هتقلقوني ماسكين نفسنا بالعافية والله. بس لغاية دلوقتي يا جماعة مفيش حاجة قابلتني يعني. مفيش وحش قابلني ولا اي حاجة. مفيش حاجة يعني لغاية دلوقتي يعني الحمد لله. بس الوحش اللي انا شفناه في الاول ده هو ده المفروض اللي هو موجود في اللعبة. في وحش تاني برضه كده شفناه موجود برضه في اللعبة. يا رب يستر يا جماعة يا رب ما يقابلنا. لازم نمشي كده ايه بحذر يعني. نمشي بحذر. الله اللون الاحمر تاني. شايف ليه كل لون ما يحمر حاسس في حاجة هتحصل. يا جماعة اللون ده والله بيخوفني. ايه ده؟ ده المكان انا جيت منه. مش انا دخلت من هنا. طلعت من هنا يا جماعة. طلعنا من هنا يعني لفيت تاني ورجعت. طب عايزين طيب نشوف اي حاجة نحلها كده. اي لغز كده نحله. شوية دي الحمرا بس لوحدها يا رب. ايه ده في ايه في حاجة صوت بتمشي.
في حاجة من جنبي. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه ده يا جماعة ده؟ ايه ده يا جماعة ده؟ ايه يا جماعة ده؟ استنى يا جماعة، في حد بيجري ورايا. اجري يا ابني. يا حبيبي انت هتموت دلوقتي ولا ايه؟ ايه يا جماعة ده؟ خليكم معايا يا جماعة والنبي، في حاجة بتجري ورايا. لا صوت ده يا جماعة، قلبي طلعني تاني يا ابني، قلبي اقسم بالله هموت يا رب. مش حاجة جديدة يا جماعة. في هنا 4 مداخل، 1 2 3 4. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة ده؟ في صوت هنا. الشكل ده يا جماعة المفروض هو التاني ده، الشكل التاني. صوت اتكسر تاني، صوت كده. يا رب. يا رب. ايه ده؟ ايه المكان ده؟ ايه ده؟ ايه المكان ده يا جماعة؟ مش عارف في ايه المكان ده. مش فاهم برضك حاجة من الكلام ده. ايه ده؟ اعمله حصان ده ولا ايه؟ ايه الشكل ده؟ الصوت ده والله، صوت الدخان ده. ايه ده؟ هوي جه قدام بالظبط. ده في ايه؟ هو الراجل ماله؟ خدنا علاج يا جماعة. بيت ام دي لعبة. لهوي كل طرقة لوحدها تخوف. شفت مثله في الاخر بقى عامل ازاي؟ اروح لك، هجيلك بعد شوية. اصبر. المكان ده بتاع الطفاية ده يا جماعة ولا ايه؟ مش عارف حاجة، مش عارف الطفاية دي ولا ايه يا جماعة. ده المكان يا جماعة اللي على اليمين ده، شفت حاجة غازية. كاوتش اهو، مقشة. مش هسيبه مقشة ليه؟ ربنا يستر يا جماعة، أنا خايف من المكان ده. ربنا يستر يا جماعة من المكان ده. إيه ده؟ في إيه؟ في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل يا جماعة؟ أنا مت ليه؟ إيه ده؟ في إيه؟ هو مات ليه؟ دي روحه دي أنا بطير بيها دي ولا إيه؟ مش عارف يا جماعة، هو مات ليه طيب؟ مات من الخوف يعني ولا إيه؟ والله بجد يا جماعة هو مات ليه؟ مش عارف. أيوة أنت مت ليه دلوقتي يا ابني؟ وأنت عامة ارتحت يعني من الخوف؟ والله أنت دلوقتي أنت مرتاح دلوقتي. شفت قلت لك هرجع لك، مصدقتنيش. بس عايز أعرف إيه اللي موتني طيب؟ والله يا جماعة مش عارف ايه اللي موته. هو مفيش الا حل واحد، هو مات من الخوف. هي دي السبب الوحيد. هو ده المفروض المكان ده يا جماعة بتاع حاجات اللي بيعملوا بيها النووي والكلام ده تقريبا. بس هو ده اللي تقريبا اللي بيعملوا بالنووي الكلام ده. مش عارف انت مت ليه بصراحة، بس والله لازم ريحتني والله. طب ازاي؟ 3 دقايق وعيش تاني. 3 دقايق وعيش تاني. ايه المكان ده؟ فيه ايه ده؟ عشت تاني يا جماعة اهو. خد حاجات يا جماعة، خد الحاجات. خد الحاجة بتاعتي. انا عشت تاني ليه يا عم؟ اللي عايشك تاني؟ انا كنت مرتاح ميت. ايه ده؟ في ايه تاني؟ في ايه يا جماعة؟ هو في ايه؟ يا جماعة؟ هو بيموت ليه ده؟ انت بتموت ليه يا ابني؟ هو يا جماعة مش عايز يكمل يا جماعة. بص انا عايز اكمل، هو الراجل اللي عايز يموت. والله مش عارف ايه اللي بيموته ده. بس انت ارتحت يا ابويا، والله انت ارتحت. مش تاني. تقريبا كده يا جماعة بيموت من الغاز ده. ايوه يا جماعة، هو ده اللي بيموته. لازم طيب البس حاجة على وشي. طيب المكان ده يا جماعة فيه مات تاني. يا عم خليك ميت. ايه ده؟ يا لهوي، يا لهوي الشكل. الله، نفسك في واحد زي ده يا جماعة؟ نفسك في واحد زي ده؟ ايه ده يا جماعة اللي انا ببدأ بيه الفيديو؟ هو اللي بلبس النضارة. نفس الكلام، صوت اتكسر تاني.
هنقضيها كده طب يا جماعه ولا ايه؟ هنقضيها كل شويه عيش وموت والكلام ده. بصوا يا جماعه الصراحه انا مش فاهم حاجه على اللعبه دي بصراحه، مش فاهم حاجه على اللعبه دي يا جماعه، مش حاسس اللعبه ديت مش حلوه، مش عجباني اللعبه دي. فانا يا جماعه انا معلش يا جماعه انا هقفل المقطع دلوقتي عشان اللعبه مش فاهم لها حاجه، اللعبه كلها الغاز وكده. بس انا ممكن اعمل لها اجزاء يا جماعه، والله ممكن اعمل اجزاء للعبه ديت لو فهمنا حاجه وعرفت حاجه. اللعبه دي كبيره وكبيره قوي كمان يعني فوق ما تتخيل. فاللعبه دي ممكن نعملها اجزاء يا جماعه. احنا اول حاجه عملناها الدور التاني، لا الدور التاني ممكن نبقى مع جزء تاني مثلا ولا حاجه نكمل الجزء بتاعها. بس انا مش فاهم حاجه لغايه دلوقتي، كوشا يموت وكده. فاقفل المقطع دلوقتي يا جماعه، وكان معاكم حسونا مان او حس مان، سوري حس مان، وعايزين نوصل 100,000 مشترك هنا. يلا سلام.